ازيكم يا ابطال؟ اهلا بيكو في هيروز بالعربي. النهارده هنعمل تحليل لاعلان انت مان كوانتم مانيا اللي نزل. بيبتدي الاعلان بسكوت لانج وهو بيتمشى، وبنسمع في الخلفيه اغنيه جود باي يلو بريك رود بتاعه إلتون جون. الاغنيه دي طبعا مش محطوطه من فراغ، الاغنيه بتعبر عن شخص بقى مشهور وفجاه بدأ يتخنق من الشهره دي وعايز يرجع تاني لمكانه والاصل. طبعا دي ممكن تعبر عن شخصية سكوت لانج بطريقتين. أول طريقة إن سكوت لانج طبعا عارفين إنه في الفيلم ده هيبقى مشهور، هيبقى معروف إنه واحد من الأفينجرز، وهيكون عايز يرجع لحياته قبل الشهرة لما كان مش معروف. أو إن ده تلميح إن سكوت لانج هيرجع تاني للكوانتم ريلم اللي كان محبوس فيها لمدة 5 سنين ما بين افنجرز انفينيتي وور واند جيم. بيبتدي الإعلان بكلام سكوت لانج إن هو بيتسأل نفسه أسئلة كتير، إزاي كان مسجون قبل كده ودلوقتي واحد من الأفينجرز ومشهور. وده طبعا بيحكي احداث فيلم انت مان الجزء الاولاني. ومن الواضح جدا ان كلام سكوت لانج ده بيبقى في البودكاست بتاعه اللي هو بيج مي ليتل مي اللي سمعنا عنه في مسلسل ميس مارفل. بعد كده بنشوف سكوتلاند بيتكرم من محلات باسكن روبنز للايس كريم اللي اشتغل فيها لمدة يوم واحد في اول فيلم انت مان اول ما طلع من السجن. وحاطين صورته وهو متعلق عليه اسم جاك، لان هو كان طبعا حاطط اسم مستعار عشان كان مسجون والسجل بتاعه الاجرامي. وجايبين نفس الموظف اللي كان مديره وهو بيرقيه وبيخليه موظف القرن. هنلاحظ برضو ان سكوت لانج لابس بدلة جديدة غير البدل اللي لابسها قبل كده، وتقريبا ده الابجريد التالت تقريبا لبدلة انت مان. البدلة شكلها حلو مختلف شوية. الملحوظ طبعا ان في ثغرة كده في وسط البدلة بتفكرني شوية بالارك رياكتور اللي كان موجود لتوني ستارك. مش عارف هل حاجة بتبقى موجودة هنا ولا لا، ده هيوضح في الفيلم او في الاعلانات الجاية. بعد كده بيجي مشهد ان في طفل صغير قاعد وانت مان بيسلم عليه والواد مش بيبقى مصدق وبيبص على ايده تاني. مش بحب اخش في نظريات ناس اتكلمت فيها، بس ده بيوريك قد ايه مثلا سكوت لانج بقى مشهور لدرجة ان لو تلاحظ شنطة الواد الصغير اصلا مطبوع عليها انت مان، فواضح ان هو يعني الافنجر المفضل بالنسبة له، فده بيوريك برضو مدى شهرة انت مان حاليا. المشهد اللي بعد كده هنلاحظ ان هوب وسكوت مدعوين لحفل، الحفل ده اسمه Humanitarian and Service Awards. وده طبعا عشان يتكرموا لان هم قاموا باعمال كويسة جدا، زي انهم انقذوا الناس في افنجرز اند جيم، وممكن احداث بعد كده مثلا بسيطة. عندنا مشهد وسكوت لانج طالع من كافيه، واحد من الناس العواجيز بيقول له ثانك يو سبايدر مان. حتة فاني ان في ناس ممكن بتتلخبط ما بين ان في انت مان وفي سبايدر مان لحد دلوقتي، زي ما المشهد بتوع بروس بانر لما في انفينيتي وور اتلخبط وقال ايه ده عندنا انت مان وكمان سبايدر مان. وممكن ده بسبب تأثير تعويذة الدكتور سترينج ان الناس دلوقتي مش فاكرة بالظبط سبايدر مان، فالناس بتتلخبط. كنت قريت كومنت بيقول لو كان ستانلي لسه عايش كان زمان هو اللي قايم بدور الراجل العجوز في الكافيه وهو بيقول ثانك يو سبايدر مان. ولما فكرت فيها حسيت ان تصدق صح كان زمانه مكانه. ودي حاجة بجد فعلا محزنة. بعد كده بننتقل لمشهد فيه هانك بين وجانيت وهوب وسكوت وكاسي بنت سكوت، وهي بتوريهم جهاز، بتقولهم الجهاز ده بيشتغل زي الأقمار الصناعية وبيرسل وبيستقبل إشارات، بس مش في الفضاء، هيبقى في الكوانتم ريلم. وساعتها جانيت فان دايم هتخاف وتقول لها turn it off واقفلي الجهاز، لكن الجهاز بعد كده هيبدأ يسحبهم جوه. طبعا المشهد ده وش هو اصلا اللي بيحرك الاحداث، فاكيد مقطوع منه حاجات كتير جدا عشان ما يتحرقش الفيلم علينا وما نعرفش الحبكة بتاعته. بس ممكن نقول ان ممكن الجهاز له قدرات تانية غير انه بيستقبل وبيرسل اشارات، او ان كانج عن طريق الاشارات دي ممكن يفعل قوته ويسحبهم جوه للكوانتم ريلم. وفي نفس الوقت خوف جانيت فان دايم بيأكد لها انها عارفة ايه المخاطر اللي ممكن تحصل من وجود جهاز زي ده، عشان كده قالت لها اطفي الجهاز، بس ما لحقوش طبعا ودخلوا جوه. وملحوظة بسيطة لو أخدت بالك منها هتلاحظ إن كل واحد مسك في أي شخص كان خايف يخسره تاني. هتلاحظ إن سكوت لانج مسك جدا في كاسي، وكذلك هتلاحظ إن هانك بيم مسك جدا في جانيت اللي فقدها لمدة 30 سنة في الكوانتم ريلم. كالعادة اللوجو بتاع مارفل اخد طابع ولون الفيلم العام اللي هو بيبقى موجود فيه، فهنلاحظ ان هو موجود باللون الازرق وفي لون خفيف كده بينك، فيعني بيعبر عن اللون الازرق اللي هو في الغالب لكانج طبعا في الفيلم. واخيرا بندخل الكوانتم ريلم.
بنشوف مشاهد رائعة بصريا بصراحة. انت بتشوف دوامات واعاصير وفي برق وحاجات غريبة وكائنات احنا مش فاهمين هم ايه بالظبط، لكن على الاقل الموضوع رائع بصريا. بيفكرني بمشاهد برضو في دكتور سترينج وبرضو في وافلام انت مان اللي فاتت، خصوصا اول جزء. فاعتقد ان احنا نشوف المشاهد دي بشكل افضل واحسن طبعا في الفيلم. بعد كده بنشوف كاسي وسكوت، وكاسي بتسأله ايه المكان ده، وهنا هنلاحظ ان سكوت لابس البدلة بتاعة انت مان، وهو ما كانش لابسها قبل ما يتسحب جوه الكوانتم ريلم. وفي ناس كتير بتتكلم ان هو كان لابس البدلة اصلا قبل ما يخش كوانتم ريلم، بس شالوها بالسي جي اي. وفي ناس تانية بتقول ان هو دلوقتي بقى بيقدر يلبس البدلة عن طريق النانو تك، زي ايرون مان فيلم انفينيتي وور واند جيم. وانا برجح بصراحة ان البدلة تكون معمولة من النانو تك. بننتقل بعد كده للثلاثي هوب وجانيت وهانك بعد ما اتسحبوا من الجهاز، وبنلاحظ ان هوب لابسة البدلة بتاعتها برضو بتاعت ذا واسب. وده معناه ان يا اما برضو البدلة بتاعتها بالنانو تك، يا اما هي كانت لابسة البدلة قبل ما يتسحبوا من الجهاز. وانا برضو برجح ان البدلة معمولة من النانو تك. بعد كده جانيت بتوصف الكوانتم ريلم ان هو كون موجود داخل الكون بتاعنا، وطبعا هي اللي اخده القيادة بما انها قعدت 30 سنة في الكوانتم ريلم، فاكيد هي عندها معرفة بالمكان وبالوحوش اللي موجودة ومين اللي مسيطر جوه. هنلاحظ بعد كده ان جانيت بتخبي نفسها، وهوب بتسألها ايه اللي مخوفك قوي للدرجة دي، فهتقول لهم في حاجات ما قلتلكمش عليها. وده طبعا بيدل انها عندها معرفة ان ممكن كانج هو اللي مسيطر في الكوانتم ريلم، او ايه المخاطر والمخاوف اللي عندها. وده كان واضح برضو جدا في المشهد لما كاسي كانت بتستعرض الجهاز بتاعها وبتقول ان هو بيبعت اشارات وبيستقبل من الكوانتم ريلم. فواضح جدا انها على معرفة بحبكة الفيلم والمخاطر الموجودة. بعد كده بننتقل لمشهد مهم جدا. بنلاحظ ان في حد ماسك حاجة شبه كورة وبيحطها في جهاز وبتشغله، فواضح جدا ان الكورة دي هي شبه بطارية مثلا، واللي ماسك الكورة دي طبعا هو كانج. وفي الغالب دي البطارية اللي بيشغل بيها الكرسي بتاعه اللي بينتقل بيه عن طريق المكان والزمان. بنشوف بعد كده حاجات بتتحرك شبه الخواتم بتاعة شانغ شي، ودي من أول الحاجات اللي شفت الناس بتقول إن وش الخواتم دي كده منبعها من الكوانتم ريلم ومن عند كانج. وخصوصا إن في البوست كريدت سين بتاع فيلم شانغ شي قالوا إن الخواتم بتبعت إشارة لمكان ما وإحنا مش عارفينه، فممكن بتكون بتبعت إشارة للكوانتم ريلم لكانج. فده الاحتمال الأكبر لحد دلوقتي لحد ما نشوف الفيلم. المشهد اللي بعد كده بنشوف المدينة اللي في الغالب كرونوبلس اللي بيحكمها كانج. بنشوف معدات وجيوش كبيرة جدا أكبر من الجيوش اللي ظهرت أصلا بتاعت زانوس في إند جيم. وده بيوريك الخطر الكبير اللي موجود في المرحلة دي، أكبر بكتير من زانوس والخطر بتاعه. بعد كده بنشوف مشهد من بعيد لكانج، وواضح ان هو قاعد على التايم ترافل تشير بتاعه. وهنلاحظ في الجنب ان في الجهاز اللي اتحط فيه الكورة اللي هو تقريبا كده بيشغل الكرسي بتاعه. مش واضح طبعا، بس واضح انه مشهد مهم جدا في الفيلم، لان اعتقد ان ده اللي هتبقى عليه الحبكة. بنرجع تاني للثلاثي هانك وهوب وجانيت، وبنشوف جانيت داخلة بار وبتتكلم مع حد، وبعد كده في باب سري بيتفتح مش عارفين بالظبط هو بيؤدي لإيه، بس واضح ان جانيت عندها معرفة او رايحة تطلب معروف كانت ساعدت بيه حد لما كانت في الكوانتم ريلم. ونشوف كائنات غريبة وفي كائن بيبص لهم مركز معاهم، فما نعرفش هل ده شخص ممكن تكون تعرفه او حد هيبلغ عنهم لكانج. بنشوف بعدها الظهور الأول للممثل بيل مواري، واللي ما نعرفش بصراحة هو بيأدي شخصية مين. واضح ان مارفل مش عايزة تحرق هو بيأدي انه شخصية، خصوصا ان هو ظهر في الاعلان بس مجرد ثانيتين او ثلاثة. بعد كده بننتقل لمشهد لسكوت وهو في حجم جاينت مان ومحاصر من طيارات كانج. بعد كده بننتقل لمشهد ظاهر فيه كائن غريب وهو بيهجم على حد مش ظاهر مين، وحتى المكان اللي هو بيهجم فيه على حد مختلف وغريب كده ولونه ازرق من كل ناحية. بعد كده بننتقل لمشهد ظاهر على سكوت لانج الجروح وخايف، ومعاه هوبو برضو على وشها مظاهر الخوف والقلق، فواضح ان ده في المعركة الأخيرة ما بينهم وما بين كانج. بننتقل بعد كده لأكتر مشهد غريب ومش معروف، هو مشهد لسكوت لانج وهو بيجري في مكان غريب وحواليه نسخ منه بتجري، وفي نسخة ضخمة جدا حرفيا بتبدأ تتحلل وتقع قدامه وهو قاعد يبصلها.
هل كانج بيوريه مثلا ايه اللي هيحصل للنسخ التانية بتاعت انت مان في اكوان تانية؟ هل ده كانج بيعذب انت مان بطريقة ما عشان يخليه يسمع كلامه ويوافق على الاتفاق بتاعهم اللي احنا لسه مش عارفينه؟ مش واضح بالظبط، بس هو المشهد بصريا جميل جدا، بس مخليك متحمس يا ترى ايه اللي بيحصل. بعد كده بننتقل لواحدة من أفضل المشاهد، هي ظهور كانج حرفيا بشكل كامل. واضح جدا إن شكله فظيع يا جماعة، البدلة شكلها حلو قوي، أنا عارف إنها متاخدة من الكوميكس بالظبط، وشكلها بجد واقعي جدا. وبعد كده نلاحظ مشهد ظاهر فيه سكوت ولابس البدلة بتاعته، هوب وهي لابسة البدلة بتاعتها اللي حرفيا دلوقتي بعد التغييرات بقت شبه بدلة الكوميكس بالظبط باللون الأصفر بتاعها. بعد كده نلاحظ ان بنت سكوت لانج اللي هي كاسي لابسة بدلة بنفسجي وشبه البدلة بتاعتها في الكوميكس، وكان اسمها ستيتشر، فواضح انها رسميا هتبقى موجودة. وكده ظهور اليونج افنجرز ده حتمي، وظهر فيه حاجات كتير جدا ممكن نبقى نعمل عنهم حلقة. بنوصل للمشهد الختامي في الإعلان، وهو كانج وهو داخل على أنت مان وبيقول له: ها، هل احنا اتفقنا ولا لأ يا أنت مان؟ وبيخلص الإعلان على كده. طبعا لو انت شفت الاعلان المسرب فهتعرف ان في الاعلان المسرب المشهد ده كان موجود، لكن كان فيه جمل زيادة. الاعلان المسرب كانج فعلا دخل على انت مان، وانت مان بعد يقول له: انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ انا افنجر. فقال له: ايه ده؟ انت افنجر؟ هو انا ما قتلتكش قبل كده؟ فواضح ان هيبان الخضة والانصدام على وش سكوت. وهنا طبعا الجملة دي اتشالت في الإعلان ده. بعد كده بيقول له إنه عايزه يسرق له حاجة، فطبعا أكيد بيهدده ببنته كاسي أو جانيت أو هوب أو هانك بيم نفسه، إن هو يسرق له حاجة معينة. وفي الغالب أعتقد هتبقى كورة الطاقة اللي كانت موجودة وظاهرة في أول الإعلان عشان يشغل بيها الكرسي بتاعه ويقدر يطلع من الكوانتم ريل. طبعا كل دي مجرد نظريات وافتراضات، لكن انا شخصيا استمتعت جدا بالاعلان وانبسطت بيه جدا جدا جدا. بصراحة متحمس قوي قوي للفيلم، وما اعتقدش الفيلم ده هيخيش، لان ده تاني ظهور او اول ظهور رسمي لكانج على الشاشة الكبيرة. عارف ان هو ظهر في مسلسل لوكي في اخر حلقة لو ما كنتش تعرف، بس مش النسخة دي من كانج، نسخة تانية. ولحد هنا خلص تحليل اعلان انت مان كوانتم مانيا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو بتحب اخبار مارفل ودي سي.